الكل اللي يحبون يعشقون الكيكات الشتوية اللي تتقدم ساخنة بسخان بالشتاء يتابعون وصفتي اليوم سويت كيكة التمر ودخلت معها نسكافيه جدا لذيذة. المقادير ظهرت لكم على الشاشة. أول خطوة أجيب زبدية عميقة وأنخل فيها المواد الجافة. حطيت الدقيق وحطيت الحليب المحموص، بيكنج باودر، بيكنج صودا وملح. خلطتهم لين تأكدت أن المقادير اندمجت سوا. حطيتهم على جنب. جبت الحين خلاط الكاس، حطيت فيه القهوة، التمر بدون نوى قطعته قطع صغيرة واستخدمت التمر خلاص، والسكر البني، البيض والفانيليا والزبدة. بعدين خلطتهم لين اندمجت كل المكونات مع بعض. جبت صينية الفرن دائرية مقاسها 10 إنش. بعدين بخيتها ببخاخ الزبدة وبطنتها بورق الزبدة وبخيتها أيضا ببخاخ الزبدة مرة ثانية. أضفت المقادير السائلة للمقادير الجافة وخلطت، بس ما بلغت بالخفق. أول ما اختفى الدقيق وقفت. جبت الحين صينية الفرن وصبيت الخليط فيها، سويت السطح وبعدين دخلتها الفرن أنا مشغلته قبل على حرارة 180 درجة مئوية. شغلت أول شيء الفرن من أسفل لمدة تقريبا 35 دقيقة، بعدين سكرت من أسفل وشغلت من أعلى تقريبا 7 دقائق. الحين بسوي الصلصة اللي بسقي فيها كيكة التمر. بقدر على النار حطيت السكر البني والزبدة والملح، خليتهم شوي لين ذابت الزبدة. بعدين أضفت القشطة وتركتهم مع بعض تقريبا 3 دقائق. بعد 3 دقائق طلع القوام كذا ثقيل شوي. حطيت جوز البيكان، حركت بس تحريكة واحدة وسكرت النار. أبي الجوز يظل محافظ على القرش اللي فيه، ما أبغى يطلع طري. وهذه الكيكة بعد ما طلعت من الفرن تقدرون أنتم تقطعونها قبل أو تسوون فيها فتحات علشان تتشرب الصلصة. أنا بالنسبة لي صبيت الصلصة وهي حارة على الكيكة، وهي حارة ما شاء الله تبارك الله تشربتها بالكامل، وبقى شوي من سلطة كراميل على الوجه ما شاء الله تبارك الله. قدمتها مع القهوة السعودية. الكيكة لذيذة غنية رطبة، مليانة بالنكهات. وأنا بالنسبة لي نكهة التمر مع الحليب المحموس مع النسكافيه عطتها طعم جدا جدا رائع. ضروري تجربون الكيكة هذه. سووها بسخان شتوي بجمعاتكم وقدموها وهي ساخنة. صحة وعافية وهنا على الجميع.